لو معاك 5 قروش الصقر 1975 فدي سعرها يا جماعه عامل 15000 جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، لو معاك شيلن الصقر 1975 بس ما يكون على الواجهه بتاعته رسمه الصقر، فدي عامل 15000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعره عامل 15000 جنيه وايه المواصفات اللي فيه اللي خلته بالسعر ده، وكمان هقول لك على 4 اماكن تبيعوا فيها العمله او ممكن تبيعها من خلالي انا شخصيا، وهسيب لكم العناوين والروابط والارقام في اخر الفيديو. فبطلب من حضرتك ان انت تسمع الفيديو للاخر وتعمل لنا اشتراك في القناه لو انت ما عملتش اشتراك، وتعمل لنا لايك وتعليق عشان فيديوهاتنا كلها توصل لك وتوصل لكل الناس. فبطلب من حضراتكم لو انتوا اول مره تشوفونا تعملوا لنا لايك ومتابعه وشير لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك، اما لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب فتعملوا لنا سبسكرايب واشتراك في القناه عشان يوصل لكم جميع انواع العملات النادره والشحيحه واسعارها واماكن بيعها كمان. ويلا بينا دلوقتي نخش جوه الفيديو نتعرف على 5 قروش الصقر 1975 النادره اللي سعرها وصل ل 15000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة هنتعرف على 5 قروش الصقر 1975 القطعة النادرة الشهيرة اللي سعرها وصل ل 15000 جنيه. طيب ليه القطعة ديت وصلت ل 15000 جنيه؟ باختصار لأن القطعة دي نادرة ومش موجودة مع كل الناس وبها خطأ صك. القطعة ديت مصنوعة من الفضة، وزنها 7.5 جرام، والقطر بتاعها 23 ملي. القطعة الواجهة بتاعتها مرسوم عليها صقر، هي علامات القطعة عشان الناس اللي بتكلمنا محدش يجيب لنا قطع ملهاش أي لازمة. علامات القطعة لازم يكون الواجهة بتاعها عليها رسمة الصقر ومكتوب عليها جمهورية مصر العربية، وفي الخلف بتاعها يكون مكتوب عندنا جمهورية مصر العربية ومكتوب 5 قروش ومكتوب 5 قروش، والسنة 1975، يبقى السنة 1975 و1395 هجرية و5 قروش وجمهورية مصر العربية. وفي وجه القطعة يكون مرسوم الصقر، مرسوم عليها الصقر ومكتوب تحت الصقر جمهورية مصر العربية. العملة مصنوعة من الفضة. اللي معاها العمله ونفس المواصفات دهيت فدي سعرها يا جماعه من 15000 جنيه. بس في نفس العمله سنه 1972 دي ملهاش اي لازمه، وفي نفس العمله موجود عليها 1975 بس معمول تذكاري، كان عامل مرأة ومرسوم على واجهتها الملكه نفرتيتي. هجيب لكم الصوره بتاعتها وافرجها لكم. هي ديت الصورة بتاعت 5 قروش ولكن واجهتها تذكاري اللي عامل مرأة واجهتها نفرتيتي. العملة ديت عادية وموجودة مع كل الناس ملهاش أي قيمة. كذلك في 5 قروش الصقر 1972 ملهاش أي قيمة. العملة المطلوبة والنادرة اللي سعرها وصل ل 15000 جنيه لابد إن يكون مواصفات 5 قروش صقر 1975 دي مواصفات العملة. اللي معاه العملة ديت يا جماعة يبعت لنا، وهسيب لكم العناوين والأرقام والواتس في آخر الفيديو. في آخر الفيديو دي سعرها 15000 جنيه. أنا كده خلصت كل ما يتعلق بالعملة. طيب لو أنا معايا العملة ديت أبيعها فين؟ تبيعها من خلال 4 أماكن من خلالي أنا شخصيا. ممكن تتواصل معايا وقلت لك مواصفات العملة وعلامات العملة. لو معاك نفس العملة تواصل معايا عن طريق الواتساب وابعت صورتها وهنتواصل معاك وهناخدها منك. تمام، هيتم تقييمها وناخدها منك. طب تبيعها فين تاني؟ نبيعها من خلال 4 أماكن تانيين. أول مكان من خلال الأسواق الحرة اللي موجودة في الإسكندرية وموجودة في وسط البلد في القاهرة، وقلت العناوين أكتر من مرة في الفيديوهات. اسمعوا الفيديوهات هتسمعوا كل العناوين بالتفصيل. طب نبيعها فين تاني؟ نبيعها من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وجروبات بيتعمل عليها مزادات. ماشي، وبسيب لكم عناوين الجروبات ديت والروابط في أسفل الفيديو. طب نبيع فين تاني؟ نبيعها من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على جوجل وموجودة على الإنترنت زي جوميا وزي علي إكسبريس وزي أمازون وزي إي باي والعديد من المتاجر الإلكترونية اللي بتبيع عليها العملات النادرة والشحيحة. طيب تبيعها فين تاني؟ تبيعها من خلال موقع أوليكس موجود على الإنترنت. موقع هو عبارة عن برنامج بيتم تنزيله تطبيق، وبتعرض عليه العملة في فئة مخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة، وبتعرض عليه العملة والعملة بتاعتك لو هي نادرة وفيها خطأ صك فهو طبعا بيتواصلوا معاك وبياخدوها منك. انا كده خلصت كل ما يتعلق بالعملة. فبطلب من حضراتكم يا جماعة ان انتوا تشجعونا وتعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في قلب القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد وجديد.
اما لو انتوا بتشوفونا على التيك توك فتعملوا لنا اعجاب عشان يوصل لكم كل جديد وجميع العملات توصل لكم.